لك واو. تعالوا شوفوا كيف تعملوا اطيب ماك اند تشيز من تحت ايدي. لك يا مرحبا مرحبا، اليوم رجعت لكم بعد غياب قصري، مو كسل مني للصراحه لانه دراسه وامتحاناتنا انتم بتعرفوا، بس اليوم رح نلغوص ونجلعس. اول شيء بدنا نسلق المعكرونه براغي او كواع هيك بنقلها، انتم شو بتقولوا لها؟ وهلا بدنا نجهز الصوص، قطعه زبده كبيره وشويه زيت، وحطوا لي فوق معلقتين طحين وحركوا كثير بسرعه، وبس يتحمصوا زيدوا لي عليهم حليب تقريبا 3 كاسات، وطبعا الحليب يكون بارد، وفوقهم نص كاسه كريمه طبخ، معلقه صغيره توم باودر ومعلقه صغيره بابريكا، انا ما عندي توم باودر حطيت توم عادي. وهلا وقت اللغوصه والشط واللط، اي جبنه عندكم بتشط بالبيت حطوها، انا ححط شدر وموزاريلا، واذا عندكم اشقوان لا تقصروا، وبارميزان معلقه كمان، لا عم بمزح من هالدرجه. انه مشان الله ليكوا كيف صار الصوص. وهيك بتضلوا تحركوا لي على الهدا لتذوب الجبنه، يعني صوص عنوانه البساطه، بدي افهم البساطه وين بس. وهلا بدكم تضيفوا لي نص كاسه من ميه تسقل المعكرونه. وهلا بجات بايركس حطينا المعكرونه المسلوقه وبدنا نصب عليها الصوص، بس مو كله، اتركوا شوي بنحتاجهم لبعدين. وبس خلطناهم مع بعض وتناغموا بدنا نحط باقي الصوص على الوش. وهلا بدنا نحط موزاريلا على الوش، يعني اذا في حدا ما بيحب الجبنه هالطبخه ابدا ما لإلك. وهلا على فرن مشغلينه من فوق بس لتذوب الجبنه ويتحمر الوش، وانا بهاللحظه عم دوب يا جماعه بدي اكل. وما ننسى نقول بسم الله. يا جماعه انا وهالاكله خلص من هلا حاله حب بيناتنا، جربوها واذا ما بعتولي ما رح يصير خير ابدا، لا عن جد هالمره ما رح يصير خير. بحبكم كثير كثير، بشوفكم بالفيديو الجاي، باي باي.